السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مرحبا بكم مع أم زاكي في وصفات جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. اليوم راح ندير لكم وصفات بواحد المكون مهم جدا ورائع، راني شوية تنسيته، لكن بعد ما حطت الدكتورة الرائعة كريمة رمضان السعودي في صفحتها وتكلمت على أهمية الفيتامين اللي اعتبرته فيتامين الحياة، واللي قالت باللي راح نمتص يعني نجده في البيتا كاروتين، وهو مضاد قوي للأكسدة، وهو موجود في كل المواد، يعني الأغذية البرتقالية كما الجزر كما الكابوية. قررت يعني ناخذ كلامها بعين الاعتبار او نترجم كلامها الى وصفات صحيه. كما راكم تشوفوا المكونات راهي قدامكم، وجدت كلش باش نخدم مهرجان اليوم، يعني وصفات سميتها مهرجان الوصفات بالجزر. نعم، الجزر اللي راه متوفر في السوق وحنا هاملينه شويه، راهو مفيد بزاف، وخاصه هادو الايامات تاع البرد، ايامات مراجعه، ايامات حفيظه. هيا بنا بسم الله نبداو بكيكه الجزر. كيكه الجزر نستعملوا فيها 2 حبات بيض، كيكه صغيره. حطيت هنا شويه مبشور الليمون المجفف، ربع كوب تاع سكر التمر، وممكن تعوضوه بحبات التمر فقط، يعني حوالي 5 حبات تمر، ربع كوب من زبده دايبه نخلطوا، وممكن تعوضوه بزيت الزيتون. نخلطوا كل المكونات هكذا، ونروح انا ضربتهم فقط شويه بالخلاط الكهربائي، وما نساوش نضيفوا قرصه الملح لانها مهمه. نخلط بيدي ولا بالخلاط كما نحبوا حتى نتحصلوا على، الا حطيتوا التمر اضربوا كلش في الخلاط راح تحصلوا على هذا القوام الرغوي هذا. ونروح نضيف هنا ربع كوب جوز، انا استعملت الجوز باش نزيد قيمه هذه الكيكه خاصة في فترة الامتحانات. علبة تاع ياغورت طبيعي، ممكن تستعملوا أي مكسرات متوفرة عندكم. وعندي 2 حبات تاع جزر مبشور على الرقيق، 2 حبات جزر متوسطة مبشورة على الرقيق، نبرشوها مباشرة قبل الاستعمال باش ما تتأكسدش. ونخلط كل المكونات كما راكم تشوفوا مع بعض. هنا عندي كوب تاع 220 مليلتر، نصفه شوفان مرحي والنصف الآخر فرينة كاملة تاع استعملت اليوم تاع دار الحلو. نخلط كل هذه المكونات كما راكم تشوفوا، ما تزيدوش من كاس، راح تحصلوا باش تحصلوا على كيكه هشه بفعل، يعني علبه الياغورت هذيك وبفعل والماء الموجود في الجزر. هنا استعملت ملعقه صغيره بيكربونات الصوديوم مع ملعقه كبيره تاع الخل باش يصرى هذاك التفاعل، ونخليو الكيكه تاعنا شويه هشه منتفخه شويه. نخلطوا كل المكونات هذه مع بعض هكذا حتى تدخل في بعضها، وهذاك البيكربونات مع مع الخل، ممكن تستعملوا ايضا ليمون عادي يعني. تخلطوه هكذا ونحطوه، يعني كيكه هي سهله جدا وبسيطه، لكن ما تصورش لذتها وقيمتها الغذائيه. اهم شيء انه كي تعطي لبنك يعني شويه من هذه الكيكه الصباح يفطر به، راك عطيتي له حاجه فيها الفايده، كل ما فيها فيه فوائد، يعني يقدر يكتفي بها كوجبه مغذيه. ممكن تغلفيها وتعطيها له حتى يديها معاه للمدرسه، ولما لا. وممكن تستعمليهم دي كاب كيك ولا دي مادلان صغار هكذا باش يسهلوا يعني باش ياخذهم. ندخل الصينيه تاعي الفرن درجه حراره 180 درجه ولا 160 فقط، ونروحوا باش نخدموا مربى الجزر. جبت 3 حبات تاع جزر مبشورين على الرقيق كما اللي استعملتهم الاولين، ونروح هنا باش نكههم. عندي قشور البرتقال هذاك اللي يجي على برا برك، ما نقطعوش هذاك البيض اللي داخل المر، ونقطعوا رقيق هكذا مبشور نصف حبه برتقال، يعني ماهوش مبشور، تقدروا ديروا مبشور، لكن انا فضلت نحطوه هكا رقيق باش نسم هذاك الجزر تاعي. وعلى بالنا باللي نكهه الجزر مع البرتقال تعطي لذه رائعه، يعني لانه الجزر ما فيهش نكهه. باش نخلو احنا كلش طبيعي ونعطوا له نكهه، راح نستعملوا قشور البرتقال، عصره ليمون قسم ملعقه كبيره، وحنستعمل هنا هذا العسل الرائع اللي جابوه لي يعني من بسكره، عسل التمر المعصور على البارد. حطيت 2 ملاعق اكبر. هذا العسل يعني حقيقة عجبني بزاف. عسل التمر ليس نفسه رب التمر باش نتفاهموا، راك وريت لكم الشكل تاعو. نخلي المكونات هادو نصف ساعة باش هذاك الجزر يطلق السوائل تاعو كما راكم تشوفوا. لازم كي تحطوا له العسل والقاص تخلوه نصف ساعة.
تعاودوا ترجعوا ليه، تحطوا له حوالي نصف كوب تاع الماء فقط، لاني نحوس برك شويه هذاك الجزر يطرى ويطيب، ونروح نحطه على نار مهيله، نار الاخر، ونخليوه يطيب كايتها نوع تاع مربى. المربى هذا انا ما تصوروش كي تذوقوا راح تفاجئوا بالبنه تاعو اللي مازال اكيد ما جربوش. اكيد نروحوا نحيو هذيك الرغوه كي راه يغلي هكذا، نروحوا نحيو هذيك الرغوه اللي تكون من الفوق كامل، ما نخليوهاش. من الاحسن يعني نحوها. شوفوا الشكل تاع يعني الوصفه تاعي كيفاش راهو. هنايا نروحوا نخليوه راه يطيب، من بعد نقول لكم واش هو المكونات اللي زدت ضفتها فيه. هنا نروح نجيب باش نخدم العصير. عندي هنا العصير واش نديروا فيه. هنا عندي الجزر، 3 حبات جزر متوسطين، جبت حطيت معاهم 7 حبات تاع التمر. 7 حبات تاع التمر لانه نحبوا حلو شويه كومام باش ولادنا يشربوه. ونروحوا نحطوا له يعني نغطوها بالماء ونروحوا نحطوها طيب. لازم هذاك الجزر وهذاك التمر يطيب حتى نتحصلوا على هذا الشكل، وما نصفيوهش من هذاك الماء لانه هو فيه كلش من الفوائد كامله في هذاك الماء. نروحوا نرحيوه فقط بالماء تاعو بالخلاط الكهربائي، نتحصلوا على هذا المكون الكثيف هكذا. شوفوا القوام تاعو يكون كثيف باش نروحوا نخفوه بكميه تاع عصير البرتقال. كميه نتوما دوك الكميه هذه نتوما اللي تحكموا فيها على حساب واش حبيتوا الكميه، على حساب الجزر اللي استعملتوه وعلى حساب كميه يعني درجه الثقل ولا تاع الخفه تاع هذا العصير. انا ولادي يحبوه خفيف ولذا زدت ربع كوب تاع الماء. نخلط كامل هنا ونعاود كما انا دوكا عاودت ضربته في الخلاط كهربائي باش نحصلوا عليه يعني كما تاع برا، ونجيبوه نحطوه في الثلاجه يقدم يعني بارد نوعا ما. وهنا عاودنا رجعنا بعد ما وجدنا هذوك يعني المكونات نتاعنا. العصير راهو بارد وشهي. بالنسبه هنا فقط ضفت ملعقه صغيره تاع بذور الشيا وخليته حتى عقد تماما ونشف من السائل تاعو، وكان واجد ويشهي بهذيك رائحه البرتقال والكيكه. واش نقول لكم، هنا زينتها فقط بالقليل من رب التمر، شويه مكسرات اللي استعملتهم في الداخل باش نقول بلي كان مكسرات داخل، وشويه تاع جوز الهند. وكانت وصفتي تحليه كيكه والمربى والعصير واجدين، يعني ماذا بيا تنوضوا كامل توجدوهم لولادكم باش كي يجوا العشيه ولا غدوه مع هذه الفتره تاع الامتحان ولا وجدوهم لنهايه الاسبوع يشربوا بهم قهيوه الله الله، يفطروا بهم الصباح، تساعدهم على التركيز. الايامات هذو ايامات مرض، ايامات فيروسات، انتقال عدوى بصوره كارثيه، باش راح نعزوا المناعه نتاعنا ونقويها الا بكل ما هو صحي من خضر وفواكه ومشروبات دافئه ومشروبات يعني وتيزانات. لازم على بالنا بلي الاولاد كامل يعني ما يحبوش ياكلوا الفاكهه، ما يحبوش ياكلوا الجاز، لازم نحاولوا ندخلوا لهم هذه الاشياء يعني بطريقه مختفيه. يعني الكيكه هذه مستحيل باش يعرفوا بلي فيها جزر، قدميها لهم مع شويه مربى الجزر لان الحلاوه تاعها معتدله. كميه السكر اللي نحطها لكم انا دائما تكون الحلاوه تاعها معتدله خياتي، يعني ما نحطها لكمش حلوه بزاف وانتم تعرفوا تشوفوا مع اولادكم. بالنسبه للمربى بعد ما يبرد تغلقوه وتقلبوه هكذا. لاستيس هذه تخليه يبقى كما راكم تشوفوا انا نخدم كميات قليله، كي يخلص نعاود نخدم، ما نخدمش بكثره لانه هاد الحوايج ما فيهاش مواد حافظه على بالنا كامل. قلبوا هكذا واحتفظوا به باش يخرج هذاك الهواء. وما تنساوش تعقموا القاروره تاعكم الزجاجيه بالبخار، تحطوها في ماء ساخن تتعقم وتنشفوها مليح، ومن بعد كي تجبدوها تروحوا تحطوا فيها المربى تقلبوا هكذا راح يبقى حتى يكمل. وخدموا كميات قليله باش ما يفسد لكمش. والكيكه هذه صدقوني رائعه، هشه الدوب ذوبان كما نقولوا في الفم، حلاوه معتدله. التجانس اللي تاع البرتقال مع الكيكه مع المربى الجزر والبرتقال عطاها واحد اللمسه. يعني كل ما تقدموها لولادكم قدموها مع قليل من مربى الجزر هذاك اللي درتوه، وراح تشوفوا راح يعجبهم بزاف. وما تنساوش ايضا يعني كما نقولوا العصير هذا حطوه في الثلاجه ومدوه لولادكم، خدموا تاع كميه تاع يوم خياتي، ما تخدموش يعني كميه كبيره. ان شاء الله يكون عجبكم المحتوى تاع اليوم. الا عجبكم وعجبكم هذه الافكار شجعوني باش نكمل في نفس المحتوى يعني ونقدم لكم كل ما هو مفيد. نخليكم على خير ونقول لكم الى اللقاء.